جبتيني ليه على ملا وش؟ شفت يا بنت، سياحة الآثار كلها مقلوبة. عارف لو ايه؟ لو ايه؟ لقوا لوحة في الجبل، واللوحة دي هتتعرض في المتحف بتاعنا احنا. شوف بقى. لوحة في قلب الجبل؟ لقوها سياحة الآثار؟ طبعا. وهتحط في متحفنا؟ ده هيبقى نجاح كبير جدا. ده جدا جدا، وكمان بقى مش عايزة اقول لك، القنوات وكل الناس بيروحوا يصوروا في المتحف بتاعنا، وكمان المدير بكرة عايزنا عشان نشوف اللوحة. خلاص اوكي، يبقى نتقابل بكرة عند المدير. مين القطة دي؟ دي بنت اخويا. بنت اخوكي؟ اه. اخباره ايه يا اخوكي؟ جوجيتا لسه ما رجعش تصدق من امريكا. بجد؟ حبيبتي. اموره مش كده؟ جدا. خلاص يا مريم، بكره ان شاء الله نشوف الصوره مع المدير. ان شاء الله يا بنت، هستناك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. ايه رايك في الضيف العظيم؟ رائع يا فندم. ده جميل جدا. بكره الوزير جاي يشوف اللوحه. الوزير جاي؟ يا الوزير جاي؟ دي حاجه جميله جدا. يا ريت. يلا نحضر لبكره عشان الوزير جاي. اتفضلوا حضروا، انا هستناكم هنا. مع السلامه. اتفضل. هستناك يا مريم، ما تاخريش. ماشي، مش هتاخر يا بنت. اوكي اوكي. يلا بينا يا بنت. ايه؟ انت مالك واقف ورا الصوره كده ليه؟ في ايه يا ابني؟ مفيش حاجه. مالك مستخبي ورا الصوره كده ليه؟ وريني. ايه ده؟ مش ممكن. ايه اللي انت عملته في الصوره ده؟ الله يخرب بيتك. ماليش قصد والله يا مريم. مالكش قصد؟ دي كارثه، دي مصيبه. ده بكره الوزير جاي يشوفها. ايه اللي انت نيلته ده؟ ابوس ايدك، ما تقوليش لحد عليا. ما قولش لحد عليك. يلا بينا يا اخويا نروح، بعد كده يبقى نفكر في المشكله دي في البيت. عندك؟ امال عندك. يلا يا اخويا. انا مش فاهمه ايه اصرارك ان انت اللي تعمل الغدا النهارده، مع انك انت الضيف بتاعي والمفروض انا اللي اعمل لك الغدا. يا ستي انا من هوايتي الطبيخ. طيب هتعمل لنا ايه بقى النهارده؟ هعمل لك ديك رومي. ديك رومي؟ ده مش هيستوي في سنته يا بين. لا 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 لا، انا بين مفيش حاجه تعصلك معايا، انا عامله بطريقه اخليه يستوي في اسرع وقت. طيب اما نشوف. هلا قولي بالحق يا بين، انت تعمل ايه في موضوع الصوره اللي هبت ده؟ والله ما عارف، بس انا هتصرف. انت عايز تفهمني ان اللي حصل ده من عطسه؟ هعمل ايه؟ حظي وحش، انا نحس. بس انا حاسس ان خلاص حالي هيتعدل وحظي هيتعدل وهفجر كل طاقتي في الشغل. زمان الاكل استوى، شفت السرعه؟ تعالي غرفي معايا. طيب. لا فعلا فجرت طاقتك يا اخويا. فجر طاقتك في حته تانية بدل ما تفجرها لي في المطبخ بتاعي. بقى في حد في الدنيا اللي خلقها ربنا بيحط الديك الرومي محشور في الميكروويف؟ والله انا اسف يا ماريا، ما كانش قصدي. ما كانش قصدك ايه وزفت ايه؟ طب الصوره ونيلتها وقلنا ماشي، كمان المطبخ بتاعي. طب انا اسف يعني.
صدقيني ما كانش قصدي. فعلا ما كانش قصدك. لا يا اخويا والنبي ارحمني وكفايه عليك كده النهارده. يلا والنبي قوم روح. طب بصي، انا جات لي فكره وهحققها، بس تقولي لي، اقول لك حاجه، فين اوضه اخوكي؟ انا هتصرف. خلاص يا ماريا افرحي، صلحت الصورة. انت بتتكلم بجد؟ اه والله. عملت ايه؟ لا ده سر المهنة.
طب والصوره الثانيه عملت فيها ايه؟ الصورة الثانية لا، في أحسن مكان في العالم.